حاجة لو ظبطناها بتظبط لوك الميك اب كله، اكيد الايلاينر. تعالى اقولك لو انتي محتاره بين تجيبي ايلاينر ريشه او اللي بيبقى فيه تيوب ولا الايلاينر القلم، تعالى اقولك انهي الاحسن وانهي الافضل وقال لي ان اللي هيطلع معاكي نتيجه مظبوطه. وبالمره اعمل لكم ريفيو عن ايلاينر بتاع ان وايلاينر بتاع بريتي وومن. اهلا بيكم في الحلقه السادسه من سلسله المصري الاصلي. اول حاجه هنعمل عنها ريفيو النهارده هو الايلاينر ده من ان. مش مكتوب عليه اي ingredients خالص، سعره انا مش فاكراه لاني كنت جايباه بقالي فتره كبيره قوي فصراحه مش فاكراه. زي ما قلت مش مكتوب عليه اي ingredients خالص خالص، مكونات مش مكتوب عليه. كل المكتوب عليه ان هو رقمه 01 بس، ومكتوب عليه تاريخ انتهاء الصلاحيه، هينتهي السنه دي ان شاء الله في شهر 3. ده كل اللي مكتوب عليه. زي ما انتوا شايفين هو لونه اسود بس سواده مش قوي قوي. يمكن هتلاحظوا ان سواده مش قوي لما اقارن بينه وبين بريتي وومن، علشان بجد بريتي وومن سواده قوي جدا اقوى منه، ده اللي لاحظته. عيوبه بصراحة اكتر من مميزاته. يعني اول عيب ان هو ريحته مش حلوة خالص خالص، مزعجة. تاني عيب ان هو لما باجي امسحه من على عينيا هو بينشف ببطء، فبالتالي لما باجي امسحه من على عينيا او عايزة اعدل جزء فيه او كده بجد وشي كله بيتهبب، سواء مسحته بمنديل فيه مايسلر ووتر او مسحته بمنديل ناشف. في كلا الحالتين وشي بيتهبب، لازم استنى شوية علشان ينشف. تالت عيب فيه ان هو بجد لما بنيجي نرسم بيه هو ليه خط واحد بس بسمك واحد بس، ما نقدرش لا نرفع ولا نتخن السمك ده خالص. تاني ايلاينر هنعمل عنه ريفيو النهارده وهو بيرتي وومن. ما كنتش مخططه بصراحه ان انا اشتريه، كنت عايزه اشتري براند تاني بس ما لقيتوش ولقيت ده. كنت جايباه ب35 جنيه من قريب لسه. زي ما انتوا شايفين مكتوب من ورا المكونات بتاعته، وبصراحه دي حركه حلوه قوي قوي من ايلاينر ب35 جنيه. على القلم هنلاقي ان برضو موجود عليه ليبل. الليبل دي فيها كل الانجريدينتس وكل حاجة مكتوبة على العلبة من بره، موجودة برضو على القلم ذات نفسه. دي حركة حلوة قوي. تعالوا نتكلم على المميزات، ومش هتكلم على العيوب لان ما فيهوش عيوب. بصراحة انا مش شايفة ان هو فيه عيوب خالص، القلم ممتاز من كل النواحي، كل حاجة فيه حلوة. تعالوا بقى نتكلم على المميزات. اول ميزة معانا ان هو ريحته مش مزعجة خالص على عكس ان. ده ريحته هادية جدا تكاد تكون منعدمة. السن بتاعه الميزة اللي فيه ان انا بقدر اتحكم في الخط رفيع او تخين، واقدر اتحكم في شكل الخط والرسم بيه اسهل جدا. يعني زي ما انتوا شايفين السواد بتاعه عامل ازاي، السواد بتاعه حتى بعد ما بينشف بيبقى فيه جلو حلو قوي كده. بقدر اتحكم في سمك الخط رفيع ولا تخين. زي ما انتوا شايفين بينشف بسرعة جدا جدا. نيجي لأهم سؤال وهو ده اساس ان انا عاملة الفيديو علشانه، الريشة ولا القلم؟ لو انتوا اتفرجتوا على الفيديو من اوله اكيد هتبقوا عارفين رأيي، اما اللي ما اتفرجش وجه للاخر علشان يعرف الخلاصة فماشي برضه هقول لكم. لو انتي اول مرة ترسمي ايلاينر او ما بتعرفيش ترسمي وعايزة ترسمي ايلاينر، او لو انتي مبتدئة في رسم الايلاينر فده هيبقى ممتاز جدا بالنسبة لك. طيب الريشة لمين؟ الريشة للناس البروفيشنال اللي بتعرف ترسم ايلاينر واللي بتحب ترسم الايلاينر، اما للمبتدئة هيبقى وحش جدا. وبس ده كان الريفيو بتاعنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، وياريت لو استفدتوا منه ما تنسوش اللايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. وبس شكرا جدا ليكم، ويا رب تكونوا عرفتوا ازاي تختاروا النوع المناسب ليكم من الايلاينر. باي.